الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم اللي هو منها شهر الله المحرم. ومن الظلم ظلم النفس أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أنه لقمان عليه السلام يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تحذير من ربنا سبحانه وتعالى إنه في الشهر المبارك ده ما نظلم نفسنا، أو الأشهر الحرم. وقلنا أعظم جريمة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. جاء التحذير في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يشرك بالله، لكن لأنه لخطورة الأمر جاء التحذير في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواننا الشهر المبارك ده شهر الله المحرم، أول حاجة نصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جميع العبادات من التوكل والرهبة والاستغاثة والرجاء والاستعانة كلها أجعلها لله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الشهر المبارك ربنا أضافه إلى نفسه. الحديث جاء عند الإمام مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والإضافة إلى الله إضافة تشريف، كأن تقول ناقة الله، بيت الله. إذا معناها ده شهر ربنا سبحانه وتعالى. تخيل الأمر عظيم جدا يا أخوانا، شهر الله. إذا وجب أنه نعتني بهذا الشهر، نسارع في الخيرات ونبعد من جميع المنكرات. طيب، الشهر المبارك ده فيه يا أخوانا عاشوراء، اللي هو يوم عاشوراء 10 من محرم، 10 من محرم. ودي الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود أن يصوموا اليوم ده. سألوا قالوا: والله اليوم ده نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون أو من عدوهم، فبيصوموا اليوم ده شكر لله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بموسى منكم. الرسول صلى الله عليه وسلم صام اليوم ده وأمر بصيامه اللي هو يوم 10 من محرم، وقال: لئن عشت إلى قابل اللي هو السنة القابلة لأصومن التاسع، لأصومن التاسع، مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا يصوموا يوم عاشوراء فقط. طيب، الأجر كيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند الإمام مسلم، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر السنة التي قبله، سنة ماضية تكفر بفضل الله. الذنوب كلها والمعاصي صغائر الذنوب تكفر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة من رد الحقوق إلى أهلها، وإن كان في الشرك الواحد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان اغتاب مسلم يتحلل من الأمر ده، لكن المقصود الصغائر. يكفر السنة التي قبله. طيب، هو على مراتب، على 3 مراتب ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد. طيب، قال الصيغة أو الطريقة الأكمل أو المرتبة الأكمل إنه الواحد يصوم 3 أيام. ال3 أيام كيف؟ تصوم 9 من محرم، 9 من محرم حيجينا يوم الخميس الآن، وتصوم 10 من محرم اللي هو يوم عاشوراء زاده، وتصوم 11 من محرم. دي 3 أيام. المرتبة الثانية تصوم 9 و10 فقط، 9 و10. والمرتبة الثالثة تصوم 10 و11. أما الرابعة إنك لو ما الواحد يتوفق إنه يقدر يصوم الأيام ال3 ديل، ممكن يصوم يوم عاشوراء فقط، وما في حرج إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. إذا معناه ما في حرج إفراد يوم اللي هو يوم عاشوراء، حتى لو وقع يوم جمعة
أو صادف أو وافق يوم جمعة أو سبت، أنه ما يكون حكم شنو يا إخواننا؟ حكم التخصيص أو أن الواحد قاصد يصوم يوم السبت والجمعة، وإنما لأنه يعني وافق يوم عاشوراء. خلاص. إذن يا إخواننا إن شاء الله الأيام المباركات دي يوم عاشوراء الواحد يصوم بقدر الاستطاعة، إلا أن يكون في مانع، أنه أصلا هو سنة مؤكدة. إن كان في مانع لمرض ولا سفر، ربنا سبحانه وتعالى يكتب الأجر إن شاء الله بإذن الله. لكن الواحد لو ما عنده مانع، دي فرصة بالنسبة للواحد أنه يصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريف. نخلص لله سبحانه وتعالى من أجل أن العمل يكون خالص لله سبحانه وتعالى، وأيضا نكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الصائم دعوته مستجابة. أدعو لنفسك ولأهلك ولأسرتك ولجميع المسلمين والمسلمات، وخصص لأهل السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين بصفة عامة، ويحقن دماء أهل السودان، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يوفق القوات المسلحة أن يسدد رميتهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يتقبل شهداهم، وأن يفك أسراهم، وأن يشافي مرضاهم. إنه بالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.